We just go from Gaza to Egypt and we faced a lot of checkpoints. It was so hard and take a lot of times. We are now in Sina. Sina is a city in Egypt and it's close to Gaza. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين هاي تعال عرفهم على السيارات اللي ركبنا فيها. يلا بطلت تعرف احكي. هذه السيارة اللي ركبنا. لا هاي السيارة اللي ركبنا فيها شايفينها. هاي شنطنا فوقيها. طبعا احنا نظام ترحيل فعشان هيك احنا كلنا طلعنا بسيارات مع بعض. طبعا بكره هيكون طيارتنا على الساعة 11:30. تمام. هاي شنطنا وهاي شايفين برضو هدول كانوا معنا وفي هنا كمان هدول يعني كنا ماشيين مع بعض. We just call it Al Arish. It's a place or a city in Egypt and it's also close to Gaza. And I was shocked from a whole places in there because it's so empty. There's nothing in there and it was so long journey. I was shocked from a whole places in there because it's so empty. There's nothing in there and it was so long. We just arrived to Egypt finally and it was so dark and so late in the night, but we just still continue our way as you can see. ما في قوة في الدنيا بتصير بالفرقة بالعنصرية. يعني احنا مثلا بفلسطين اليهود ايش عملوا لحتى اصلا اليهود حاليا ليش كيف مسيطرين علينا؟ بين مدينة والتانية عاملين حاجز، بين مكان والتاني عاملين حجوزات. يعني انا عشان اطلع مثلا من القدس ادخل على الضفة بدي امر بحواجز. شعب واحد، انتوا بتحاربوا عدو واحد، ليش بتسمحوا للعدو هذا انه يفرق، انه يخليكم تجسدوا هذه الفرقه بينكم؟ احنا يعني بعد الحرب العالميه اللي صار انه الدول اللي كانت يعني ربحانه الحرب العالميه اللي هي زي فرنسا وبريطانيا وغيرها ايش عملوا في الوطن العربي؟ الوطن العربي كله هذا كان عباره عن وطن واحد تحت حكم الدوله العثمانيه. قسموه ليش؟ فرق تسد. كيف بدهم يسيطروا؟ كيف يكونوا اقوى منا؟ كيف يكونوا احسن منا؟ يتعاملوا بالمثل والدول العربيه والاسلاميه تحديدا يشتركون مع بعض. شوف في كميه الاشياء اللي حيطلع فيها سواء الاقتصاد، تطوير الصحيه، الاقتصاد، سكان وحتى عقول وفي خيرات وفي شخص يوحد. بس فيش توحيد. يعني فيش توحيد يعني الاسره الواحده اليوم، الاسره الواحده بتلاقيها متقسمه على الفاضي. الوطن العربي كان تحت الحكم العثماني واللي ما تبقى من الحكم العثماني او من العثمانيين هم تركيا فقط لا غير. العثمانيين سابقا كانوا مسيطرين على كثير من البلاد ومن هذه البلاد كانت الوطن العربي بما يحتويه، ولكن صار في كثير مشاكل وصار في كثير تدهور في الدولة العثمانية، وطبعا في النهاية الدولة العثمانية انهارت.
بعد كمان حدوث الحروب العالمية. فأنا مش هركز على هذا الحقبة من الزمن، أنا هركز على ما بعد الدولة العثمانية، شو صار في الوطن العربي ومين اللي حكم الوطن العربي. اللي صار اتفاقية تسمى باتفاقية سايكس بيكو. حدود وهمية رسمها دبلوماسيان غربيان في بداية القرن العشرين ظلت تشكل إلى اليوم خريطة مليئة بالصراعات الإثنية والطائفية في الشرق الأوسط. ماذا نعرف عن اتفاقية سايكس بيكو؟ سايكس هو شخص لو بحثتوا في تاريخه حتلاقوا قديش انه شخص تافه. تسبب هو وكمان شخص في وضع مخطط لتقسيم الوطن العربي الى حصص، تماما زي ما انا بقول في عندي كيكه وبدي اقسمها لساره وهديل وآية وربا، كل واحد ياخذ له شقفه. هذا اللي صار، قسموا الوطن العربي لشقف، بحيث انه مثلا على سبيل المثال بريطانيا تاخذ فلسطين، فرنسا تاخذ الجزائر الى اخره. طبعا كل واحد صار ياخذ ويقسم بالاتفاقيه. بريطانيا اخذت فلسطين وتحكمت في مصيرها. الاخ الصغير لإلها كان الصهيونيه. يا جماعه اليهود كانوا متشتتين في البلاد، كانوا في اوروبا اكثر شيء، وكانوا منشفين ريق الاوروبيين افعالهم الشنيعه، لانهم شوي ناس محتلين شوي ناس سراقين. عشان هيك اوروبا كانت حابه تتخلص منهم باي طريقه كانت. كانوا عاقدين اتفاقيه بينهم انه فلسطين راح تكون للصهيونيه. بالفعل الصهيونيه زعلت جدا لما شافت انه بريطانيا مسيطره على فلسطين وناسي موضوعهم. بعثت لهم اللي هو الوعد اللي كلنا عارفين فيه، وعد بلفور، تاكيدا لهم انه فلسطين راح تكون لكم. وبالفعل بعد فتره انسحبت بريطانيا من فلسطين بعد ما مهدت الطريق كامله للصهاينه. وبالفعل الصهاينة دخلوا إلى فلسطين. والصهيونية طبعا هي الأخ الصغير اللي بيطمح إلى إنه يسيطر على كل القرية وهي الوطن العربي بالكامل. في كتير مخططات وكتير شغلات لهذا الاشي لحتى يصير. منين لآلة إسرائيل، منين لفرات، منين لفرات، آلة إسرائيل، منين لفرات. الصهيونية زيها زي اختها الاوروبية بريطانيا، زيها زي اخوها الكبير امريكا، كلهم بيتفقوا على شغله واحده، انهم بيرفعوا شعارات الديمقراطيه والحريه والمساواه وشعارات الدينيه، رغم انهم ناس غير متدينين ولا دينيين. لا الصهيونيه متدينين ولا بيعرفوا في الدين اليهودي اصلا، ولكن يستغلوا اسم الدين. ولا امريكا ولا اوروبا اصلا متمسكين في المسيحيه، ولكن هم بيرفعوا شعارات الدين، بيرفعوا شعارات الديمقراطيه والحريه والمساواه. طبعا في غزه كلمه مأساوي قليل عليه، كلمه كارثه قليل عليه، اي كلمه صعبه في الدنيا قليل عليه. لا مي، لا كهرب، لا اكل، لا نت، لا اشي، قصف، موت، تدمير، خراب، ناس كتير تهجرت، في المدارس قاعده، مخطط اللي في راسهم ما يحلموا فيه. كلمة للناس اللي متفرجة، لا كأنه هذه الأرض اللي اسمها فلسطين أرض المقدسات الإسلامية، ولا كأنها أرض الأنبياء، ولا كأنها الناس اللي فيها إخوة في الدم، إخوة في الدين. قاعدين نتفرج بس. الناس اللي بتطلع تناشد باللغة الإنجليزية بتناشدوا مين؟ بتناشدوا أمريكا ولا أوروبا؟ اللي قاعدين بيدعموا في إسرائيل لحتى تكتل فينا. المفترض في هذا الوقت الناس اللي بيناتنا ومنا وفينا من عرب ومسلمين يوعوا، يفهموا، يعرفوا شو اللي صار وشو اللي قاعد بصير وشو اللي راح يصير، شو المخطط، وإنه اليوم في الفلسطينية إذا ما تحرك العالم العربي كلهم راح يعيشوه على أضعاف.